كعالي صيف مواجهة للفساد، وبالتالي هذا الفساد يولد عداء كبير للكثير من المتهمين بالفساد أو الكثير ممن يتبعون الطرق الملتوية للاستفادة أو للحصول على المال العام بشكل غير مشروع. وحقيقة احنا نتمنى على الإعلام الرصين، على الإعلاميين الشرفاء أن يفرزنوا، لأن اليوم هناك عملية تسقيط ممنهجة من قبل فئة من يدعون بأنهم أصبحوا مستثمرين بالصدفة أو تجار بالصدفة، يعني ظهروا بعد 2003 بدأوا عمليات تسقيط لكل من يفتح ملفاتهم. يعني اليوم احنا إذا نريد نفتح ملف البنوك تطلع لنا منظومة إعلامية وراهم تبدأ بالتسقيط، إذا نفتح تعرف موضوع مزاد العملة يطلع لنا منظومة، أي ملف ينفتح تلقيه أكو هذه الإعلاميين عندهم جيوش إلكترونية وجيوش ذباب إلكتروني للتسقيط. احنا نأمل من الإعلام الشريف أن يكون مساند إنه في مفاتح هذا الملفات، ولا إذا ستشوف أنت إذا تحسب في مجلس النواب عدد قليل هو من يواجه الفساد والمفسدين. ليش؟ لأن يقول لك النائب أنا علي من أتحمل مسؤولية، أنا راتبي اللي يأخذ راتب الساكت نفس اللي يأخذ راتب المتحدث، ما أتكلم أحسن. بس احنا واجبنا الأخلاقي، واجبنا الوطني، واجبنا أمام ناسنا تصدينا الكثير من الملفات الضخمة اللي مع الأسف أقول كان مردودها أن ما عندنا حماية لا من الحصانة اللي تمتعنا بها في مجلس النواب. يعني أنا عشرات الدعاوي تلقيت بمجرد أن ألغيت مكاتب المفتشين، ولحد الآن أنا أعاني من هذه الدعاوى وأحضر محاكم على هذه الدعاوى، وأنا الشيء ذنب اللي سويته وسديت باب من أبواب الفساد هو انحراف مكاتب المفتشين، وكذلك باقي الملفات. اليوم الأموال الفاسدة تتبع أما الاحتماء بعالم الافتراضي يخلي له جيش من الذباب الالكتروني او جيش من او يخلي له هذه الواجهات اللي ظهرت لنا بالوقت الحالي بلوجرات او فانستات او غيرها، حتى يبيض مثل غسيل الاموال، يبيض وجهه.